السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي دفعة البكالوريا 2026، مستر السيد الجمل يحييكم. والتقييم الأول لمادة التاريخ 2026. ما تنسوش تدعمونا علشان نستمر إن شاء الله. هنحل معاكم كل التقييمات في الفلسفة وفي التاريخ بإذن الله تعالى. طبعا ده التقييم الجديد لسنة 25-26. تمام، الأسبوع الأول. يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت، وما تنسوش تدعمونا. أول حاجة ورقة عمل الحصة بيقول لي تتعدد أهمية دراسة علم التاريخ، أي من الآتي يخرج عن أهمية دراسته. يعني في اختيار من هنا موجود ملوش علاقة بأهمية دراسة علم الإيه؟ التاريخ. يعني كل دول من أهمية دراسة علم التاريخ ما عدا إيه؟ طبعا ما عدا التفاخر بالإيه؟ بالأصول والحضارات، ده ما ذكرش معانا في أهمية إيه؟ دراسة علم الإيه؟ التاريخ. رقم اتنين، ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة يطلق عليه إيه؟ طبعا الحضارة. الحضارة هي ثمرة مجهود تفاعل الإنسان مع البيئة عشان يحسن حياته ماديا ومعنويا ويعمر الكون اللي هو عايش فيه زي ما قلنا. رقم ثلاثة، أي من الآتي يتعارض وجوده مع تطور الإنتاج الحضاري والثقافي للإنسان. ايه اللي متوفر؟ لو توفر من هنا من الاختيارات دي مش هيبقى في انتاج حضاري. اكيد الاضطرابات، اللي هو عدم الايه؟ الاستقرار، عدم توافر الامن، لان الحضاره زي ما قال وولد يورانت محتاجه امن واستقرار عشان الانسان يبدع وينشئ. تمام كده؟ يبقى ايه؟ الاضطرابات. رقم أربعة، من أقوال الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير يحتمل الصواب. ينطبق القول السابق على أي من فوائد دراسة التاريخ. تمام. هنا بقى الابتعاد عن التعصب، إن أنا رأيي صح بس بيحتمل يبقى غلط، ورأي غيري خطأ بيحتمل الصواب. ابتعاد عن التعصب، إن أنا مش أمة واحدة بس ولا شعب واحد هو اللي أسهم في الحضارات، ولكن الحضارة إسهام لكل الشعوب ولكل الايه؟ ولكل الامم. كل امه لها نصيب من الحضاره. الابتعاد عن التعصب. رقم خمسة، ارتبط اكتشاف الإنسان للزراعة واستقراره طبعا أكيد بمعرفة الكتابة، لأن مفيش ولا اختيار من هنا ينفع مع اكتشاف الزراعة، لأن الإنسان محتاج إن هو يسجل المحاصيل، يسجل الطعام الفائض وهكذا، يبقى بالتالي محتاج للكتابة. الأسئلة المقالية، حدد العلاقة بين الثورة الصناعية والاستعمار الأوروبي لشمال أفريقيا. جبت السؤال أهو. الثورة الصناعية أدت إلى الاحتياج إلى مواد خام في الصناعة وأسواق لتصريف المنتجات، مما أدى إلى الكشوف الجغرافية، وبالتالي الاستعمار الأوروبي في إيه؟ في أفريقيا. يبقى النهضة الأوروبية الحديثة طبعا ترتب عليها وجود ثورة صناعية، وبعدين كشوف جغرافية، وبالتالي الاحتياج إلى أسواق، وده أدى إلى الاستعمار الأوروبي لبعض مناطق افريقيا طبعا واسيا. السؤال رقم 2 بيقول لي حدد تقييمك لمدى مصداقيه العباره الاتيه: الحضاره الانسانيه سلسله متصله ساهمت كل امه فيها بنصيب. طبعا العباره صادقه. بدأ ظهور الحضارات الأولى في الشرق القديم، ثم انتقلت إلى أوروبا في الغرب، ثم عادت مرة أخرى إلى الشرق، ثم غادرت إلى الغرب، وهي مستقرة هناك حتى الآن. وكل حضارة استفادت ممن قبلها وأفادت ما بعدها. يبقى الحضارة ما هياش نتاج شعب إيه؟ شعب واحد. بعد كده الواجب المنزلي: أي من العصور التالية التاريخية الآتية تتمثل ملامحه في سيطرة أوروبا استعماريا على بعض المناطق؟ تمام. هنا بقى أنهي عصر من دول اللي احنا شايفينه من أهم الملامح بتاعته سيطرة أوروبا استعماريا؟ أكيد سيطرة أوروبا استعماريا يبقى العصر الحديث، لأن الاستعمار الأوروبي ظهر في العصر الإيه؟ العصر الحديث. طيب يبقى العصور الحديثة. حملت العصور الحديثة في طياتها بشكل واضح العديد من الأحداث التي اتسمت بالسمة الإيه؟ أكيد الاقتصادية. طبعا الثورة الصناعية وما تلاها طبعا من إيه؟ كشوف جغرافية وحركة استعمار، كل ده كان نتيجة الثورة الصناعية، ودي كانت ثورة اقتصادية. رقم ثلاثة، غادرت الحضارة الإنسانية أوروبا واستقرت مرة أخرى في بلاد الشرق خلال العصور، أكيد العصور الوسطى اللي كان فيها الفتوحات الإسلامية. تمام. عصر التقدم الحضاري في بلاد الشرق كانت العصور الوسطى، وكانت العصور الوسطى دي بمثابة عصور ظلمات في أوروبا. العالم لم يقم على يد حضارة واحدة أو عنصرا واحدا أو لغة واحدة. العبارة السابقة بتأكد طبعا ضرورة الابتعاد عن الإيه؟ عن التعصب. أمامك صورة تظهر العناية والمحافظة على التراث البشري. المحافظة على التراث ده بنسميه إيه؟ بنسميه طبعا ده فايدة من فوائد دراسة التاريخ، وهي تنمية الشعور بالإيه؟ بالمسؤولية، إن أنا أحافظ على الآثار بتاعت بلدي، ما يعني أتلفهاش. تمام. الطالب يحافظ على الأساس بتاع المدرسة بتاعته. كل ده تنمية شعور بالإيه؟ بالمسؤولية. طيب السؤال اللي بعد كده طبعا المقالي، السؤال المقالية بيقول لي أية صحة
العبارة دراسة التاريخ وفهمه من أهم عوامل تقبل الآخر. الإجابة أهي: من فوائد دراسة التاريخ الابتعاد عن التعصب وقبول الآخر وتدعيم قيمة التسامح، لأن كل الشعوب ساهمت فين؟ ساهمت في الحضارة. تمام؟ طيب السؤال الثاني: يمكن اعتبار فترة التاريخ المعاصر عصر المتناقضات. طبعا التاريخ المعاصر كان فيه تناقضات كتير. ليه بقى؟ أهو: حيث شهد ظهور حركات التحرر من الاستعمار والتقدم العلمي والتكنولوجي، دي إيجابيات. في الوقت نفسه كان فيه سلبيات، وهي إيه؟ انتشار الحروب والصراعات والأمراض. يبقى إذا في هنا إيه؟ في تناقضات أهو، في إيجابيات وفي سلبيات. بعد كده التقييم الأسبوعي، طبعا 3 مجموعات معانا. المجموعة الأولى: أوجه الشبه بين سمات العصور الحديثة والتاريخ المعاصر. طبعا انتشار الحروب، لأن في نقطة التقاء ما بينهم، وهي الحرب العالمية الأولى. تمام؟ طيب، بدأ تدوين الإنسان لبعض أحداث التاريخ منذ أكيد العصور القديمة. طبعا التدوين بدأ مع اختراع الكتابة، والكتابة اخترعت في العصور في العصور القديمة. تمام؟ طيب رقم 3: بدأت الحضارات العظمى منذ العصور القديمة، واتسمت أنها في مهدها. كانت حضارات يعني في البداية الحضارة اتولدت فين؟ اتولدت في بلاد الشرق. يبقى الحضارة كانت كانت شرقية في البداية. الأسئلة المقالية: يتهم بعض متعصبي الحضارة الغربية العرب الآن بأنهم أمة متأخرة وأعداء التقدم والحضارة. ما ردك على هذا الاتهام؟ الاتهام ده نوع من التعصب. هنا الجماعة الغربيين متعصبين، هذا الاتهام نوع من التعصب، لأن الحضارة بدأت أولا في بلاد الشرق العربي، ثم حضارة العراق، وانتقلت بعد ذلك للغرب. ولكل أمة نصيب وإسهام حضاري لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره. يبقى الاتهام ده تعصب مرفوض. السؤال الثاني: فسر أسباب حرص الأمم على دراسة علم التاريخ. طبعا هنا أهمية أو فوائد دراسة علم التاريخ: الأربع حاجات دول: استخلاص العبر، إبراز القدوة الصالحة، تنمية الشعور بالمسؤولية، والبعد عن التعصب. المجموعة الثانية بيقول لي: من قرأ التاريخ زاد عقله. طبعا دي مقولة الإمام أبو حنيفة النعمان: من قرأ التاريخ زاد عقله وأضاف عمرا إلى عمره. نستدل من هذه العبارة على طبعا أهمية أهمية دراسة التاريخ. يبقى المقولة دي بتعبر عن أهمية دراسة التاريخ. السؤال الثاني: إذا ما آمن الإنسان الخوف وتحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، عندما تتحقق تلك المقولة لويل دورانت، يستطيع الإنسان صنع طبعا الحضارة. لما يتوفر لديه الأمن والاستقرار هيصنع الحضارة وهيبدع وهينشئ. أي من العصور التاريخية الآتية ينطبق عليه عصر التناقضات؟ أكيد التاريخ المعاصر، زي ما قلنا كان فيه إيجابيات وكان فيه سلبيات. التاريخ المعاصر. الأسئلة المقالية: حدد العلاقة بين أهمية دراسة التاريخ وتواصل الحضارات. أهو: دراسة التاريخ توضح لنا أن كل الأمم ساهمت في الحضارة من خلال تبادل الخبرات والثقافات، وهو ما نسميه التواصل الحضاري، بما جعلنا نبتعد عن التعصب. السؤال الثاني: دلل على صحة العبارة. تميزت بعض أحداث التاريخ المعاصر بالتخلص من تبعيات العصور الحديثة، لأن التاريخ المعاصر عالج بعض أخطاء العصور الحديثة، وهي ظهور حركات التحرر من الاستعمار. يبقى ظهور حركات التحرر من الاستعمار. المجموعة الثالثة والأخيرة: ارتبط الهدف الرئيسي الذي من أجله نشأت الحضارات على سطح الأرض بإيه؟ أكيد طبعا بتعمير الكون. الهدف الأساسي من نشأة الحضارة هو تعمير الكون. يبقى الإنسان بيستغل كل موارد البيئة وتفاعل معها عشان يحسن ظروف حياته من أجل تعمير تعمير الكون. يبقى التعمير الأمثل للكون. طيب، قامة العديد من المشروعات الكبرى الآن بمصر والتي تتبناها الحكومة المصرية لم تكن لتتم وتظهر للعلن إذا التزمنا بمفهوم الحضارة عند ويل ديورانت إلا من خلال توافر المفروض يتوافر عشان يبقى في حضارة. أكيد طبعا الاستقرار والأمن زي ما ويل ديورانت قال. تمام؟ السؤال الأخير: ظهر التفوق الحضاري بلاد الشرق على أوروبا خلال العصور أكيد العصور القديمة والوسطى. العصور القديمة والوسطى. تمام كده؟ يبقى هنا القديمة والوسطى كان في تفوق حضاري لبلاد لبلاد الشرق طبعا، لأن الحضارة في الأول بدأت في بلاد الشرق قديما، وبعدين راحت أوروبا، ثم رجعت تاني للشرق في العصور الوسطى في عصر الفتوحات الفتوحات الإسلامية. تمام؟ يبقى القديمة والوسطى. السؤال المقالي والأسئلة المقالية: حدد أوجه الاختلاف بين مفهوم التاريخ والحضارة. أهو: التاريخ علم يدرس النشاط الإنسان في كل الأزمنة، والحضارة هي ثمرة مجهود وتفاعل الإنسان مع البيئة لتحسين ظروف حياته لتعمير الكون. السؤال الثاني: دلل على صدق العبارة تاريخيا. انتقلت الحضارة الإنسانية بين الشرق وأوروبا خلال عصور التاريخ. أهو العبارة طبعا صادقة،
بدأت ظهور الحضارات الأولى في الشرق القديم، ثم انتقلت إلى أوروبا في الغرب، ثم عادت مرة أخرى إلى الشرق، ثم غادرت إلى الغرب، وهي مستقرة حتى الآن، وكل حضارة استفادت ممن قبلها وأفادت ما بعدها. ده نهاية كده التقييم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.